السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يا رب كده ان شاء الله تكونوا بتستفيدوا من الافكار اللي انا بقدمها لكم النهارده. فيديو جديد ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وبكومنت حلو وتقولوا لي فيه رأيكم. النهارده الفيديو هيكون تنظيف كده عميق للمطبخ وللحمام، وتنظيفات كده بسيطة لبعض الحاجات. اليوم الحقيقة كان طويل، من أوله بدأت كده تنظيف للمطبخ. شلت السجادة بتاعته، هي السجادة خفيفة قوي بتتطبق وبتتحط في الغسالة. وبدأت ان انا اكنس التراب، وبعد كده استخدمت جنرال كده متخفف بمية، وبدأت ان انا ادعك الارض كويس جدا علشان المطبخ انتوا عارفين مكان دهون البوتاجاز ممكن تنزل في الارض او حاجة تقع او اي حاجة، ف ممكن تبهدل لو الارض. انا فانا بحب مش ادعكها بالشكل يعني ده، مش هكب ميه كتير او كده، فبعمل الطريقه دي. وبحس الطريقه دي احلى لان كمان الجنرال عايزه اقول لكم بيخلي ريحه البيت تحفه لما بسيق بيه. فجربوه بجد هيعجبكم قوي في التسييق، ريحته خطيره. اختاروا ريحه اللافندر بجد تجنن، وبتقلب البيت حرفيا. انا بس عملت بيها المطبخ، مش قادره اقول لكم على جمال ريحه البيت بعدها. بدأت بقى كده امسح الارض وانشفها بالعصايه كده بتاعه الموب. بعد كده دخلت على الحمام، غسلت بنفس الطريقة بتاعت الدواسات بتاعته. سجادة المطبخ هي بتتغسل والغسالة بتنشفها وبتتحط كده نص ساعة في الهواء، وبعد كده بفرش المطبخ على طول. بدأت بقى كده ان انا اغسل الحاجات اللي كانت فوق الحوض. كل الازايز الموجودة فوق الحوض بغسلها كويس قوي، علشان ممكن مع بخار المية السخنة في الحمام، انتوا عارفين في الشتاء المية السخنة بتعمل بخار والحمام بيتملى، فبتخلي الحاجات كده كأنها مش نظيفة. فبدأت ان انا اغسلهم كده واحدة واحدة. آه، بس مش بحتاج غير مية بس، يعني لان ده بخار مية او تكلس المية او كده. بغسلهم وبعد كده ببدأ ان انا ادعك الحوض. الحقيقة يعني انا بستخدم في دعك الحوض كلوروكس جل. فطبعا هو انا جايباه من فترة كبيرة، وده اخر حاجة عندي. فلو تعرفوا نوع تاني زيه يكون حلو برضو زيه قولولي، لانه حاليا هو مقاطعة وانا بصراحة مش عايزة اشتريه تاني. فلو تعرفوا نوع تاني يكون كويس وبنفس الامكانيات قولولي. هو بصراحة بينظف جدا وريحته حلوة، وكمان بيدي ريحة نظافة وفي ريحة الكلور، وكمان بيلمع الستانلس. يعني لو انتوا بتعملوا بيه بوتاجاز او حوض المطبخ بيخليهم بيلمعوا الصراحة. وكمان بينظف الحمامات جدا وبيخلي فيه ريحة نظافة وتعقيم حلوين وعايزة اقول قوي. لكم ان تنظيف النهاردة ده من ضمن روتين ال10 دقايق. تنظيف المطبخ ما خدش معايا وقت خالص، وطبعا غسل السجادة زي ما قلت لكم سهل جدا، والحمام برضو نفس الكلام. انا بحب كل يوم كده انضف الحوض والتويلت، والارض بعملها كل يومين زي ما هتشوفوا كده طريقتي في تنظيف الارض. آه بس كده، يعني اللي هو بغسل بقى التويلت من بره ومن جوه والحوض وكل الحاجات دي. وببدأ ان انا اغسل الارض لو عليها تراب ولا حاجة، لاني بسيب الشباك بتاع الحمام مفتوح وقت طويل خلال النهار بقى او بالليل او كده. طبعا لان خلي بالكو ان الحمام برضو محتاج يتهوى، فلازم يبقى فيه مصدر تهوية مفتوح، لان انا بحب اقفل باب الحمام دايما. بصوا بقى كده بقى كانت السجادة بتاعت المطبخ نشفت، وبدأت ان انا افرشها. طبعا دي عروسة فيروز بنتي، هي حابة تحطها كده. هبدأ بقى افرش الحمام. هو كان لسه يعني في اجزاء ما نشفتش من المية. انا سبته وقت طويل الصراحة، بس امبارح الوقت ما كانش فيه، ما فيش كانش فيه هوا، مع اني كنت فاتحة يعني اكتر من مكان، بلكونة وشباك وكده، بس ايه، في اماكن ما نشفتش. بدأت بقى احط باسكت الزبالة بعد ما غيرت الكيس بتاعه، وبدأت افرش طقم تاني كده للحمام. بحب الطقم ده برضو في الشتاء، بحس كده ان هو بيدي دفى ولايق مع لون الحمام اكتر من التاني. بس كده. وبحب ان انا برضو اغسل طقم الحمام
كل مثلا اسبوع ولا حاجة بيكون بدأ ان هو يبان عليه ان هو اتوسخ، فببدأ ان انا اغسله. بس كده. وبحب اعطر الحمام زي ما قلت لكم، خلوا في مصدر تهوية، يعني يكون الشباك بتاعه يكون مفتوح. وبس كده خلصت الحمام وقفلته علشان الريحة الحلوة دي بتاعت المعطر تفضل فيه. بعد كده دخلت بقى على اوضه الليفينج وقلت ارتبها. طبعا ده كنا بالليل. يعني بحب ان انا ارتبها كده قبل ما ننام، واليوم بيكون خلص وكده، وتكون فيروز بتلعب ومبهدله الدنيا فيها. فببدأ ان انا اظبط كده الكنبه وانفضها، وابدا ان انا اكنس الارض. برضو دي حاجة كده من ضمن روتين ال10 دقايق. الموضوع مش بياخد وقت خالص، بظبط الكنبة وبكنس الارض بسرعة جدا. وطبعا زي ما قلت لكم وانا شغالة ببقى مثلا مشغلة بودكاست، مشغلة اذاعة القرآن الكريم، وبكون مستمتعة بصراحة وانا شغالة. وعايزة اقول لكم ان انا مش دايما بستخدم والموضوع المكنسة ما اللي بياخدش معايا بالكهرباء دي وقت خالص. يعني بستخدمها من فترة للتانية كده، علشان لما يكون الأوضة مثلا مش متوسخة قوي او فيروز مش مبهدلة الدنيا بستخدمها. بس في العادي بستخدم المكنسة العادية، بحبها اكتر وبحس ان هي بتنظف اكتر. كمان المكنسة دي علشان المكان اللي بيجمع فيه التراب بيكون صغير، فبحتاج ان انا كل شوية يعني مرتين 3 وبروح مفضياها ومنضفاها. هنا فيروز بتحاول كده تحط الكنك بتاع القهوة وتصوره، يعني تحاول تقلدني كده وانا بشتغل. وبرضه عطرت الأوضة بعد ما خلصتها. قولولي رأيكم بقى فيها كده بعد ما خلصتها ورتبتها. بعد كده السفرة كانت مبهدلة شوية، فقلت إن ارتبها. برضو الموضوع مش بياخد وقت خالص. شلت بقى الحاجات اللي عليها يعني حصرا على المنظر، لان احنا حاطين فيها كل حاجة ممكن تتكسر، علشان فيروز بتشد اي حاجة من اي حتة. فده المكان الوحيد اللي ما بتقدرش توصل له الا لو احنا طلعناها عليه. اول حاجة عملتها ان انا نزلت التراب كده بالريشة. وعايزة اقول لكم وانا شغالة كانت اذاعة القرآن شغالة والقرآن الكريم شغال، وبجد يعني بس كان إحساس للاسف روعة. معرفتش اطلع لكم الفيديو بصوته علشان حقوق النشر، وممكن اليوتيوب يدقق في الموضوع ده. ف بس يعني عايزه اقول لكم ان احساس حلو قوي وانتوا بتروقوا، وحتى لو بالليل كده بتاخدوا حاجات بسيطه تعملوها في البيت بيكون حاجه حلوه جدا. بدأت بقى ان انا انزل التراب زي ما شفتوا كده بالريشة، وبعد كده ببدأ ارش الجلانس، وبعدين بمسحه كده بفوطة زي ما انتوا شايفين. حاجة تكون بتمتص المية او السوائل علشان ما تغيرش الازاز. وعايزة اقولكوا الطريقة دي في المسح بتخلي الدنيا زي الفل، ومش بيبقى فيه تراب ولا فيه اي حاجة، والدنيا بتبقى نظيفة جدا وزي الفل، ما فيهاش اي تراب ولا اي حاجة. بعد كده بدأت ان انا ارجع بقى الحاجات اللي كانت على السفرة. قولولي دي شكلها احلى ولا الفازة؟ يعني الصراحة انا حاسة ان الفازة احلى من الطبق بتاع الشيالة ده. وبس ده شكل السفرة بعد ما نضفتها وفضيت الحاجات بقى اللي عليها. ايه رأيكم؟ قولولي انهي واحدة عجبتكم اكتر في الكومنتات، هستنى رأيكم عشان انا مهتمة اعرفه. بعد كده حضرت بقى طاجن حلو كده اسهر بيه، سهل جدا. بسكوت مجروش وطبقة من الكاستر بالشوكولاتة، وطبقة بسكوت وشوكولاتة مبشورة ومارشميلو. وبس كده بقى جاهز. سبته في التلاجة شوية وقعدت بقى بيه بالليل قدام التلفزيون. عايزة اقول لكم طعمه خطير. بس كده ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ولما ما عملتوش اشتراك اشتركوا، واشوفكم على خير. باي باي.